اهلا بيكم فيديو جديد. اتمنى تكونوا كلكم بخير. الفيديو بتاع النهارده ببساطه حابب اشرح لكم فيه مشروع بقالي فتره بشتغل عليه عشانكم، عشان ناس كتير نقدر نحسن من صحتها في ثواني. الفكره هي والترا هي عباره عن شركه تاسست، الهدف فيها ان نوصل لاكبر عدد من الناس ممكن ونحسن من صحتهم، او نخليهم يفكروا ازاي يحسنوا من صحتهم من غير ما نترخم عليهم، من غير ما نسالهم روح دكتور اعمل تحاليل، او نكلفهم تكاليف مش محتاجينها في الاول. فولترا قررنا قلنا ايه هي احسن واسرع طريقه ان احنا ممكن نوصل بيها للناس. قلنا هنعمل تطبيق، بس التطبيق ده احنا مش عاوزين نيجي نقول للناس اتمرن وكل واعمل. احنا عاوزين الاول نخلي الناس تتعود على ان هي تهتم بصحتها. في حاجات بسيطة موجودة حوالينا الأيام ده، زي الأبل واتش. الأبل واتش دي ناس كتير بيستعملوها عشان يعرفوا ضربات القلب، يعرفوا مشيوا قد إيه، يحرقوا سعرات قد إيه، والحاجات دي مفيدة لأن هي بتدينا تفاصيل عن اللياقة بتاعتنا أو صحتنا عامة. ولكن تخيل ما يكون عندك تطبيق، والتطبيق ده يديك العلامات الحيوية بتاعتك من غير ما تروح الدكتور. ولكن الفكرة من التطبيق إن ده هيسمح لك أو هيسمح لأي شخص مهتم إن هو يعرف أكتر عن صحته، إن هو بالكاميرا بتاع التليفون هتعمل مسح للوش بتاعك خلال 40 ثانية. هيكون طالع لك النتيجة بضغط الدم، ضربات القلب، الفرق ما بين ضربات القلب، السكر التراكمي حاجة احنا بنشتغل عليها، نسبة الأكسجين في الدم، كم مرة بتتنفس في الدقيقة. الحاجات دي كلها مهمة لأن تدي للناس صحة، وكل بارامتر أو كل علامة حيوية ليها معنى مخصص ليك وليها معنى مفيد بالنسبة لك، وهنتكلم على ده في فيديوهات تانية. فالفكرة هي عن طريق التطبيق ان احنا هنقدر نوصل لناس اكتر، ويبقى الموضوع بسيط بالنسبة لهم ان هم يقدروا يستعملوا التطبيق ويطلعوا العلامات الحيوية بتاعتهم من غير مجهود ومن غير تعب. اتمنى ان انتوا تقدروا تساعدوني في ان احنا نوصل لاكبر عدد من الناس ممكن ان هم يستعملوا التطبيق ده. طبعا بكل صراحة التطبيق طبعا ليه تكلفة عليا، وانا عشان كده بغطي التكلفة دي بمبلغ صغير شهري الناس بتدفعه. ولكن في الاول التطبيق بيبقى ببلاش لمدة اسبوع، وانا حابب اتعلم واسمع منكم اكتر هي الطريقة الصحيحة اللي انتوا شايفين ان برنامج زي ده يقدر يمشي بيها، وازاي كلنا ممكن نشتغل سوا كتيم والترا ان احنا نوصل لاكبر عدد من الناس ممكن ونحسن صحة الناس. البداية بتاعتنا ان احنا نستغل التقنية، والتقنية دي فيها حاجة اسمها RPG وفيها ذكاء اصطناعي، وبنطلع بيها النتائج دي. فانا حابب اقول لكم ان احنا بنستعمل حاجات متطوره جدا عشان نقدر نعمل الكلام ده. وطبعا ده خد مننا جهد كتير وفلوس ووقت، وهياخد وقت وفلوس وجهد، ولكن بمساعدتكم هنقدر نوصل لاكبر عدد من الناس ممكن. وزي ما قلنا ده هيبقى ستيب 1. ستيب 2 هنبدا ندخل في تفاصيل تانية ازاي نقدر نحسن الصحه اكتر واكتر واكتر، وهنعمل كوميونتي نبقى من انحاء العالم احنا نقدر نحسن صحتنا. لان احنا للاسف عندنا اكبر نسب الامراض موجوده عندنا بسبب طريقه الاكل والنوم وما فيش تمرين. الثقافه بتاعتنا من ناحيه الصحه والالتزام بالصحه في الضياع. هنبذل كل ما لدينا من جهد عشان نخلي الموضوع ده ينجح. شكرا.